سيد عقيد، لواء رجال الله جاهز لتنفيذ البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. أنا العقيد الطيار الركن قاسم محمد سعد الدين، قائد المجلس العسكري في المنطقة الوسطى بالجيش السوري الحر، أعلن ما يلي: أولاً، تشكيل لواء رجال الله بقيادة النقيب أمجد محمد الحميد، ويضم الكتائب التالية: 1. كتيبة عمر بن الخطاب بقيادة النقيب حذيفة القاسم. 2. كتيبة علي ابن أبي طالب بقيادة الملازم أول بايسر عبد الله. 3. كتيبة أبو بكر الصديق بقيادة الملازم أول عقبة سعد الدين. ثانياً، مهمة اللواء الدفاع عن أهلنا في سوريا وحماية مظاهرات السلمية وتحرير البلاد من كتائب الأسد الوحشية حتى ننال حريتنا وكرامتنا المسلوبة منذ 5 عقود، ونعاهد شعبنا الحر الأبي على حمايته بدمائنا وأرواحنا حتى يتحقق النصر بعون الله. ثالثاً، نشكر كافة المنظمات والهيئات والأشخاص الذين يدعمون ثورتنا العظيمة، ونخص بالشكر المعارضة الشريفة في الداخل والخارج. كما نشكر حركة الرديف الثوري على ما تقدمه من دعم مادي ومعنوي لهذه الثورة المباركة. عاش سوريا حرة أبية، عاش شعبنا شعب سوري بطل، والخلود لشهداء الثورة الأبرار، والشفاء لجرحانا الأبطال، والحرية للمعتقلين الأخيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طارح.